عندك عزومه وعايزه تعملي اصناف وما عندكيش المقدره تشتري لحوم كتير؟ تعالى اقولك انا من ربع كيلو لحمه معصجه ضعفت كميتها وعملت الاصناف دي كلها. تعالى اقولك عملت ده كله ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك لو اول مره بتشوفوني. وجودكم معايا شرف كبير ليا، واهلا ومليون مرحب بكل المشتركين الجدد. زادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. هتلاقي كمان عندي اكلات كتير اقتصاديه ممكن تاخدي منها فكره وتنفذيها، تنفعك برضو لو عدد افراد اسرتك كتير، هتوفر معاكي جدا. نسمي الله ونبتدي في وصفاتنا النهارده. معايا هنا حوالي 3 بصلات وسط هنقطعهم كده على ايدينا. معايا كمان حوالي ربع كيلو لحمه مفرومه، والكميه دي بس اللي هنعمل منها وصفات النهارده. تعالوا بس نشوف هنضاعف الكميه ازاي. تابعوا معايا للاخر وان شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم. معايا هنا حله على النار هنحط فيها حبه زيت ومعلقه كده من السمنه البلدي. هنزل بقى اول حاجه باللحمه المفرومه كده وبشوحها على نار عاليه لحد ما لونها يغير معايا. بعد ما خدت بقى تشويحه حلوه على النار هنزل بقى بالبصل بتاعي. وما تقلقوش البصل هنا مش كتير ولا حاجه، هنشوح دلوقتي واول ما البصل يدبل معانا هنلاقيه كده بقى مظبوط. هنرش بس رشه ملح مع البصل علشان البصل ياخد لون موحد وما يعملش ريحه قويه كده للبصل في البيت. هنشوح باستمرار طبعا. وفي الوقت ده بقى هكون مجهزه 5 طماطميات هضربهم في الكبه. هجهز الطماطم بتاعتي كده وهركنها على جنب شويه لسه عليها. واول ما البصله هنا خدت لون واتشوحت كده حلو مع اللحمه هننزل بقى كده بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. طبعا الثوم هنا ده انا مفرزاه فهديله تشويحه كده الاول، او هحاول ان انا افككه الاول وبعد كده هخلطه بقى مع اللحمه. واول ما التومه بتاعتي تاخد تشويحه حلوه وريحتها تبدا تظهر هننزل بقى كده بكم من قرن فلفل كده حامين او باردين على حسب ما تحبوا. انا هنا حاطه فلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل رومي وفلفل حامي، يعني تشكيله كده من الفلفل. هديهم بقى كده كلهم تشويحه حلوه. في الوقت ده بحاول ان انا كل ما انزل حاجه اديها تشويحه مع اللحمه. وفي الوقت ده بقى هبتدي ان انا احط التوابل بتاعتي. هظبط الملح وهحط بقى رشه فلفل اسود ورشه كمون ورشه كزبره، معلقه صغيره كده من البابريكا ورشه جنزبيل ورشه قرفه. ولو عندك توابل لحمه ظبطيها بقى بالتوابل اللي عندك. بعدين بقى هنشوحها كده بتشويحه حلوه بالتوابل دي. بعدين بقى بعد ما اتشوحت حلوه قوي هننزل بقى بالطماطم اللي احنا ضربينها في الكبه. ولو عندك بقى معلقه كده من الصلصه ممكن تضيفيها، لو مش عندك خلاص هسيبهم بقى يتسبكوا على راحتهم على النار. وفي الوقت ده هجهز المكون اللي انا المفروض اضيفه عشان يضاعف لي الكميه. تعالوا بقى نشوف هو ايه المكون اللي معانا. هو رغيف ونص كده من العيش، عيش مصري عادي، ويفضل يكون بايت من امبارح عندك، ما يكونش طازه وطري علشان ما يعجنش معانا. هضيف عليه بس كوبايه من الميه وهي دقيقه واحده مش اكتر من كده، وهصفيهم على طول تصفيه كويسه. وبعد كده هننزل بقى بيهم في الكبه بتاعتنا. طبعا مكان الكبه دي الطماطم اللي احنا ضربناها. هنفرم بقى العيش بتاعنا، هيتفرم معانا بكل سهوله كده وهيبقى كده زي الحبيبات. شايفين اهو مفروم كده وحلو ومش معجن ولا اي حاجه. ادي شكله اهو بعد ما فرمناه. وفي الوقت ده كان العصاج بتاعنا اتسبك معانا وبقى تمام. هنقلبه بس كده وبعد كده هننزل عليه بالعيش. وقبل ما اضيف العيش طفيت النار وبعد كده هبتدي احط العيش واقلبهم بقى كويس مع بعض. ولازم يكون العصاج فيه شويه سوائل علشان لما نحط العيش عليه العيش هيشرب السوائل دي. فحاولوا ان انتوا تكتروا نسبه الصلصه او تكتروا الطماطم فيها علشان كده كده العيش هيمتص السوائل دي. تعالوا نعمل اول حاجه كده الجلاش بتاعنا. معايا هنا لفه جلاش هبتدي ان انا اجيبها كده وافردها كلها. هاخد منها ورقتين وهجيب التعصيجه بتاعتي وهبتدي ان انا احط التعصيجه كده يعني صف كده زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. هجيب الطرف بتاع الجلاش وهبتدي احط كده عند الطرف بشويه وهلف الجلاش بتاعي كده. هجيب اعمل واحده كمان، هجيب كده ورقتين زي ما انتم شايفين باخد ورقتين بس، ومش بدهنها اي ماده دهنيه خالص، يعني هي بس هجيب بس العصاج بتاعي كده وهفرده بالشكل ده كده. وبعد كده هلف رول. حاولي هنا في الوقت ده تخلي لفه الجلاش باقيها، يعني تحاولي ان انت تحفظيها في الكيس بتاعها او الورقه بتاعتها علشان ما تنشفش منك وتبقى طريه. تطلعي منها ورقتين بورقتين بس وهترجعيها تاني يعني تحفظيها تمام، عشان احنا عارفين طبعا ان الجلاش اقل نسمه هوا كده بتنشفه وبتخليه يتفرتك معانا بسرعه. خلصت انا هنا بقى لفه الجلاش، عملت لي الصينيه دي وده اللي زاد معايا من العصاج. هشيله بقى وهعمل بيه اصناف تانية. هقطع بقى الجلاش بتاعي صوابع بالشكل ده كده. الطريقه دي سهله جدا وما بتاخدش وقت. بعدين بقى هدي الوش بتاعها دهنه خفيفه كده من الزيت. بعدين بقى هجيب بقى لفه جلاش تانية عشان هنعمل الشكل التاني من الجلاش. هجيب اللفه بتاعتي كلها هفردها وبعد كده هقيس 4 صوابع وهبتدي اخد الكميه دي اخد منها ورقتين وابتدي ان انا احط فيها كميه من الحشوه والفها زي السمبوسه كده بالظبط. هتديني شكل مثلث حلو كده. هديها بس في الطرف بتاعها دهنه زيت خفيفه كده علشان نقفلها بيها وبعد كده هحطها في الصينيه بتاعتي. وهكذا كده كل ورقتين هاخدهم وهحط فيهم كميه كده من اللحمه وهلف بقى كده زي السمبوسه كده زي ما حضراتكم شايفين، مره يمين ومره شمال. وبعد كده الطرف الاخير ده هلزقه كده بدهنه زيت خفيفه ونحاول نرصهم في الصينيه وما نسيبش مسافات. وده صنف حلو جدا ومشرف
جدا، بيطلع شكله جميل كده ولذيذ، يبقى شكله حلو كمان في التقديم، صنف سهل وفي متناول الايد وبيدي شكل جميل للسفره وما بياخدش لحوم كتير. وده بقى الصنف التاني اللي احنا عملناه مع بعض، شايفين شكله ازاي ومش سايبه مسافات كده في الصينيه، وادي شكلها هي ندهنها بس دهنه خفيفه كده من الزيت. وده بقى بالنسبه للجلاش. وزادت بقى الكميه الحلوه دي من التعصيجه. هسكت بقى على كده؟ لا بقى، سلقت شويه مكرونه، كيس مكرونه كده. وهنا بقى هعمل بشاميل على البارد. معايا هنا حوالي 5 معالق كبار من الدقيق، هنزل عليهم بلتر من الحليب. والبشاميل على البارد سهل جدا واوفر وكمان مش تقيل، خفيف كده على المعده لان ما فيهوش مواد دهنيه كتير. هنزل عليهم كده بواحده كده من المرقه بس بفتتها الاول كده جوه الكيس، وبعد كده بنزل برشه فلفل اسود ورشه كمون ورشه كزبره. ونحاول نظبط الملح بتاعنا لان المرقه بيبقى فيها ملح. وهنزل بحوالي معلقه كده من السمنه البلدي، وهنقلب المكونات بتاعتنا دي كلها على البارد كده. لازم نقلبهم كويس جدا مع بعض، يا اما تاخديهم بالهاند بلندر كده تضربيهم، يا اما في الخلاط، يا اما تضربيهم بالمضرب اليدوي عادي جدا. اهم حاجه ما نسيبش الدقيق متكتل كده مع اللبن، لازم نضربهم كده كويس الاول قبل ما نرفعهم على النار. ولو اللبن مش متوفر عندك ممكن تضيفي شوربه او شوربه على لبن او ميه على لبن عادي، مفيش مشكله. المتوفر عندك ومعاكي اشتغلي بيه. هنرفعهم بقى كده على النار وهنقلب فيهم باستمرار، ما نسيبش ايدينا منهم خالص كده، نقلب كده باستمرار لحد ما القوام بتاع البشاميل يتقل معانا. وعشان ما تحسيش بطعم الدقيق لازم البشاميل يستوي معانا كويس جدا، ونشوف الفقاقيع اللي هي هتظهر معانا دلوقتي كده من الجناب كده، يبقى البشاميل بتاعنا استوى كده. بقى جاهز معانا البشاميل، وكمان المكرونه اتسلقت معانا اهي. ده كيس مكرونه سلقته وصفيته. هننزل على المكرونه بقى بجزء كده من البشاميل، جزء حلو كده من البشاميل. بعدين بقى هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنحط فيها معلقه كده من البشاميل من تحت كده في الارضيه، هنضيف عليها المكرونه جزء كده بسيط من تحت، وبعد كده هنحط اللحمه المفرومه. شايفين بقى اللحمه عملت معايا كميه قد ايه؟ عملت معايا لفتين جلاش، وعملت كمان معايا كيس مكرونه اهو. بس للامانه الطبق ده ما خدش طبعا كل كميه المكرونه، بس انا هعمل برضو حاجه تاني من المكرونه اللي هتفيد معايا هنستغلها، وطعمها كان تحفه بجد. بعد اللحمه المفرومه حطيت بقى الجزء كده من المكرونه، وبعد كده هنزل بقى بالبشاميل بتاعي كده على الوش. وهنحاول بقى نسوي الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بس بحاول اسويها على قد ما اقدر، مش عايزه ولا مكرونيه كده تبقى باينه، لان كمان مش هحط موتزاريلا من فوق، هحط بس كده معلقتين كده من السمنه البلدي كده على الوش علشان تديها لون جميل كده وحلو. طبعا انت لو حابه تحطي موتزاريلا مفيش مشكله، بس انا عاملاها هنا اقتصاديه فما فيهاش موتزاريلا خالص. باقي المكرونه اللي زادت معايا حطيتها بقى في البايركس ده، وكان عندي جبنه رومي في التلاجة جبتها الصراحه كده وكسرتها كده على المكرونه، كان طعمها جميل جدا. عارفين كده طعمها حلو، كمان اللي بيحب المكرونه بالوايت صوص هيحب قوي الطريقه دي. بعدين بقى هضيف عليها جزء من البشاميل اللي فاض معايا، وابتديت ان انا كده اسوي الوش بتاعها، وبرده نفس الكلام هحط لها كده معلقه، حوالي معلقه او معلقتين كده من السمنه البلدي على الوش. هدخل بقى كده كل حاجه الفرن، الجلاش والمكرونه كده كلهم مع بعض. ودلوقتي بقى هعمل التشريبه بتاعه الجلاش بتاعي. معايا هنا حوالي نص لتر من اللبن او الحليب، ولو عندك شوربه عادي برده تمشي مفيش مشكله. هضيف عليها برده مكعب كده من المرقه، وهنحط كمان عليها حبه ملح صغيرين خالص لان المرقه بتبقى فيها ملح، فنحاول ما نكترش الملح وندوق الحقيقه بتاعها. حطيت كمان رشه فلفل اسود في الاول، وده الملح بقى بظبطه. ولو حابه تضيفي بيضه هنا مفيش مشكله، مش حابه خلاص. هضيف كمان عليهم معلقه كده من السمنه البلدي وهقلبهم كده مع بعض. اول ما الجلاش بتاعي خد تشميعه كده في الفرن، يعني استوى شويه من تحت وخد لون كده خفيف من فوق، هبتدي احط التشريبه دي. حابه تضيفي التشريبه قبل ما تحطيها في الفرن مفيش مشكله خالص، ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده. وهرجعهم بقى تاني الفرن، هولع عليهم من تحت الاول شويه، وبعد كده هشغل الشوايه اخر دقيقتين 3 كده. والجلاش زي ما احنا عارفين مش بياخد وقت كتير في الفرن وبنطلعه كده على طول. اهم حاجه تبقى عينك عليه كده في الفرن دايما علشان ما يتحرقش منك جنب وجنب، لا فحاولي كده تقلبي كده الصواني من وقت للتاني علشان الكل ياخد سوا واحد. وهنا بقى كان خلاص الجلاش بتاعي طلع من الفرن واخد السوا المظبوط واللون المظبوط كمان. وشايفين اللحمه فيه كده، هوريها لكم من الجنب، شايفين كده كتيره ازاي. عايزه اقول لكم ان التعصيجه طعمها حلو جدا مع الجلاش، بحس في طعمها كده ان هي محطوط لها جبنه موتزاريلا، بس هي حلوه كده وطريه وجميله، مقرمشه من بره وطريه من جوه كده وجوسي، جميله جدا. وهنا بقى كانت لسه المكرونه ما طلعتش من الفرن، قلت اعمل كده سلطه زبادي. جبت خياره كده وقشرتها وبشرتها بالناحيه الرفيعه خالص دي. هضيف بقى عليها علبه الزبادي دي، ولو عندك مايونيز ممكن تضيفي لها كده معلقتين مايونيز. حطيت لها كمان نص عصير ليمونه وكمان رشه كمون،
وكزبره اقلبهم مع بعض. وبكده بقى سلطه الزبادي بقت جاهزه معايا. وقطعت كمان خيار شرايح. هنطلع بقى الجلاش بتاعنا كده على اطباق التقديم. هنا بقى كنت خلصت طلعت المكرونات من الفرن. ايه رايكم بقى في الاصناف الجميله دي؟ غيرنا وشكلنا من ربع كيلو لحمه بس. وهنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو، شيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك. وشكرا جدا ليكم. سلام عليكم.